مرحبا. اليوم بدي أحكي لكم اعتراف كتير مهم. صار لي شهر ونص غاطت من تأنيب الضمير. أنا شبيح، مو شبيح جديد، أنا شبيح أصلي من تبع الشعر جردون موسكو. شو المقصود من الحكي؟ مو كل ما واحد حكى شغلة ما عجبتنا، مو على مرائنا، نتهمه بأنه شبيح وفلول. مو كل ما واحد انتقد أحمد الشرع أو أداء الحكومة قل له شبيح وفلول. شبيح، فلول، شبيحة، فلول، خونة. ما في شي بالدنيا قاعدة عامة، كلهم خونة، كلهم عملاء، كلهم كلاب. مين هنن؟ يلي مو عاجبينك، يلي مو على مرائك، يلي ما عم بيحكوا الشي اللي انت حابب تسمعه. كلهم شيلة بيلة، يلا روح حطهم بصحارة وعلى الأبان. كل العلوية خونة، كل الدروز بدهم إسرائيل، كل الأكراد بدهم دولة مستقلة لحالهم، كل مسيحية بدهم دعم أجنبي، بدهم فرنسا، كل السنة إرهابيين وقاعدة. يعني بدنا نحكي بهالطريقة هاي كلياتنا، بدنا نحط بقالب وبالسحارة، يلا مش عايلة. أنا عم بنتقد الحكومة وعم بنتقد أحمد الشرع، هالطلعة والنازلة. أنا ماني مبسوط بأداء الحكومة، أنا ماني مبسوط بالشي اللي عم بيساووا. في حدود للشغلات اللي فينهم يعملوها؟ أكيد. العقوبات الأمريكية أكتر شي عامل حدود لشو ممكن يعملوا. ايه أكيد طبعا. بس البيان الدستوري يلي عطى أحمد الشرع صلاحيات مطلقة أكثر من اللي كانت عند بشار الأسد على الورق. بشار الأسد كان عنده صلاحيات أكثر لأنه الورق مثل إيده كان عنده. بس بحكم القانون هلأ، بحكم البيان الدستوري، أحمد الشرع عنده صلاحيات مطلقة، ما في حدا يسأله. مو ما في حدا يسأله، لك مجلس الشعب يلي بدهم يعملوا يلي لسه ما عملنا. لاحظوا انه لهلا لسه ما عملنا مجلس الشعب الجديد هذا يلي هو بده يعين له الاعضاء تبعه. ما بحق لهم يسائلوا الحكومة، مو أحمد الشرع. الوزراء ما عندهم صلاحيات فوق. ليه؟ شو الفكرة؟ سوريا لإعادة البناء بدها أشخاص أصحاب كفاءات، مو ولاءات. نحن مو منتعين بناء على الولاء. دونالد ترامب من أول وجديد، نعمل واحد تاني. كلهم، كلهم خونة، كلهم كلاب، كلهم شبيحة، كلهم فلول.
وين كنتوا هلا 14 سنة؟ قبل ما تسأل حدا وين كنتوا هال 14 سنة، تعتبر حالك انه انت كنت عامل شيء. تذكر انت وين كنت هال 14 سنة. اسأل هالشخص اللي عم تقول له وين كنت، شو عمل بأول شهرين من الثورة. لأنه اللي ضحى بأول شهرين من الثورة حط روحه على كفه بدون ما يمسك سلاح. واللي بيحط روحه على كفه كرمال الكلمة، السلاح ما بيخوفه. كرمال كلمة حق. طلباتنا سوريا دولة مواطنة وعدالة للجميع، دولة ديمقراطية، دولة مواطنة وعدالة للجميع. أحمد الشرع وصل للسلطة عمليا بانقلاب عسكري. ليرشح حاله بانتخابات ويربح فيها، وقتها بيصير رئيس ديمقراطي. هلأ ما أنا رئيس ديمقراطي. أنا لهلأ ماني عم خون الحكومة ولا أحمد الشرع. أنا لساتني متفائل، وبرأيي الأخطاء اللي عم بتصير عن حسن نية من طرفهم إلهم، ومن طرف تاني لأنه ما عندهم سلطة على الفصائل. إيه، لسه كل فصيل شغال من رأسه لحاله. نحن ما لنا دولة واحدة، نحن 700 دولة بقلب دولة واحدة. حكيتها من قبل. بيت الأسد وصلوا سوريا للمحل يلي شبه مستحيل انه يصير أسوأ منه، لأنه الخط يلي وصلنا لعنده تحت مستوى الأرض. بس نحن لساتنا تحت مستوى الأرض. نحن كتير قراب على هداك الخط، بس لما انت تكون نازل 10 امتار تحت الأرض تطلع على 8 امتار، فرق الهواء النفس يفرق كتير. بس لساتك من تحت امتار تحت الأرض. تقرب لل10 من سطح الأرض. سوريا دولة ديمقراطية، دولة مواطنة وعدالة للجميع. بدنا عدالة انتقالية، ما بدنا عدالة انتقامية. سلام.